بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم تلقيب الشخص بعد رجوعه من الحج بالحال؟ هذا تلقيب لا ثبت على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أمر آخر، إن اسم الفاعل ماذا يعني يوصف به من كان متلبسا به. في حال أداء الحج يقال له حاج، وأما بعد الحج فلا يقال له حاج. ونعم، إلا إذا كانت صفة ملازمة للشخص، مثل وأما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه قيل ضراب للنساء، فلعلها صفة كانت ملازمة له. المهم أنه ما يقال باسم الفاعل إلا في حال تلبسه بذلك الفعل. نعم.